ازيكم عاملين ايه؟ رجعت لكم مرة تانية وده الجزء التاني من الفيديو بتاع الفستان. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده انا هبدأ اشتغل في الجزء اللي هو اللي تحت من الفستان. ماشي. وانا هعمل فيه زي تزايد كده، هيعمل زي كشكشة كده، هيبقى شكله ظريف جدا جدا جدا. اهم حاجة للتزايدات دي في الجزء الامامي اللي هو الاجزاء بتاعة الزراير او الواجهة بتاعة الفستان من قدام تكون التزايدات بتاعتي مظبوطة جدا جدا جدا. ماشي. وهتشوفوا معايا دلوقتي الموضوع هيتم ازاي. فاتمنى ان انتوا تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتدوسوا على اللايك عشان الفيديو يوصل لكل الناس. ولو في حد يعني مهتم بالكروشيه اتمنى ان انتوا تبعتوا له الفيديو وتعملوا مشاركة للفيديو بتاعنا. ماشي. التزايدات ديت احنا هنبدأها يعني في الصف اللي احنا هنبدأ نشتغل فيه دوت، ولكن بعد كده هتكون تكرار للتزايدات ديت. زي ما انتوا شايفين اول حاجة هنبدأ نطلع بالثلاث سلاسل بتوعنا او السلسلتين على حسب ما انتي بتطلعي براحتك خالص، مفيش اي مشكلة. وهنشتغل 10 عواميد بلفة. ماشي. يبقى احنا كده هنشتغل 10 عواميد بلفة، طبعا مع اعتبار ان السلسلتين هم بالنسبة لنا عمود بلفة، فهشتغلهم وارجع لكم مرة تانية. زي ما انتوا شايفين كده انا خلاص اشتغلت 10 ولكن زودت عليهم واحد كمان فبقوا 11 عمود بلفة. هنيجي في العمود اللي بعد كده وهنعمل فيه 4 عواميد بلفة. ماشي. لو في حد مش عارف ازاي يعمل العمود بلفة يرجع للفيديوهات بتاعتنا، انا عاملة كده زي بلاي ليست كده فيها اللي هي فيديوهات تعلم الكروشيه من الصفر للاحتراف، فيرجع للبلاي ليست ديت وممكن احطها لكم تحت في صندوق الوصف لو حابين. ماشي. خلاص كده يعني انا كده عملت 3 اهو، فاضل لي واحد. يبقى كده احنا اشتغلنا في العمود ال12 فوقيه 4 عواميد. ماشي. اهم حاجة عندي المراية اللي قدام، يعني شوفوا انا بشتغل كده في الطرف الامامي من الفستان. ماشي. هرجع كده اوريكم عشان تبقوا ملاحظين معايا الجزء اللي قدام. ادي الجزء اللي قدام التاني دوت، وادي ده الجزء اللي قدام اهوت، في جزئين اهو. ماشي. مهم برضو ان انا اسيب هنا 12 عمود واشتغل في او قصدي 11 عمود واشتغل في العمود ال 12 التزايد. لكن الاجزاء اللي ورا من الفستان براحتك اعملي التزايد زي ما انت عايزه. لو انت حابه الفستان يبقى مكشكش كتير من ورا اعملي التزايد كل 5 عواميد اعملي في العمود السادس تزايد، او كل 3 عواميد اعملي تزايد براحتك، كل واحد وذوقه. بصوا انا خلصت اهو التزايدات كلها، فعملت 5 تزايدات عندي في الفستان. اهم حاجة المراية اللي قدام تبقى متساوية، باكد عليها تاني عشان هيبقى شكلها مش كويس. تمام. بعد كده طلعت اهو زي ما انتوا شايفين ب2 سلسلة، وبعد كده عملت عمودين بلفة. وبعد كده هنعمل المكان اللي احنا بنسيبه للزراير. ماشي. زي ما انتوا عارفين المكان دوت عبارة عن اللي احنا بنعمل سلسلة وبعد كده بنسيب قصادها عمود وندخل في العمود الخامس. ماشي. يبقى بنشتغل في اول 3 عواميد عادي خالص، فوق كل عمود عمود، بعد كده نسيب سلسلة نطلع بسلسلة وبعد كده نشتغل في العمود الخامس. اتمنى يكون الشرح واضح. لو في حاجة مش واضحة اكتبولي في الكومنتس انا هوضحها لكم على جنب خالص، اعملها لكم في فيديو شورتس لوحدها. المهم الاجزاء اللي بعد كده كلها هتبقى عبارة عن ان انا فوق كل عمود بشتغل عمود بلفة، مفيش تزايدات بعد كده تاني لحد ما طول الفستان معاكي يبقى الطول المناسب. ماشي. خلاص. زي ما قلت لكم التزايدات دي براحتكم، انا عملت 5 تزايدات بس في الفستان بتاعي، انتوا ممكن تعملوا 10 تزايدات، عايزين كشكشة تبقى اكتر فبراحتكم خالص. ماشي. فانا هرجع لكم بعد ما اكون خلصت الفستان تقريبا بالكامل. ماشي. وهيكون بقى فاضل لنا الايدين والكابتشون. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده انا عملت الفستان الطول اهوت المناسب بتاعي، وكمان دخلت معاه لونين تانيين، اللون البني اللي هو البني المحروق دوت، واللون الاوف وايت. وانا شايفة التدريج ده بصراحة حلو ولذيذ كده وعمل شغل حلو. كمان عملت ايد، وهنعمل بقى هنبدأ مع بعض نعمل الايد التانية ان شاء الله.
زي ما انتوا ملاحظين كده. اظن شكل الفستان ظهر وبان التقسيمة اللي احنا عملناها في التزايد ده، عملت زي تقسيمة كده بس مش عملت كشكشة جامدة. زي ما قلت لكم لو زودتوا التزايدات هتعمل بقى الكشكشة الجامدة اللي احنا لو في ناس بتحبها يعني. تمام. انا عملت دراع واحد فهنعمل الدراع التاني مع بعض. يلا بينا. هبدأ بس اوصل الخيط كده زي ما انتم ملاحظين اهوت. بصوا دايما بحب كده اوصل الخيط من الجزء اللي هو اللي تحت ده، مش اللي هو الجزء اللي تحت الباط. توصيل الخيط منه بيبقى كويس يعني احسن يعني. وصلي الخيط زي ما انت عايزة يعني. في ناس بتربط الاول الخيط وبعد كده بتسحبه، انا بوصله بالطريقة ديت عادي بالنسبة لي. بعد كده اما نوصل الخيط امسكي بس الطرف التاني دوت عشان هناخده معانا. طلعنا بكام سلسلة؟ طلعنا ب2 سلسلة. ماشي. طيب هنطلع كده بعمود بلفة اهوت. ماشي كده احنا عملنا اول عمود بلفة. تمام. هننقل بقى على الجزء اللي بعده على طول. ماشي. وهنعمل برضو فيه عمود بلفة. يعني احنا كده بنشتغل عمود بلفة بين العمدان. ماشي. بين كل عمود وعمود بنشتغل عمود بلفة. بصوا الشكل عامل ازاي، ما حدش يستغرب الشكل ده على فكرة. الحاجات دي كلها يا جماعة بصوا انا بوريكم اهوت. ماشي. هي عاملة كده. تمام. وانا كمان فتحاها يعني بايديا، لكن خدوا بالكم وهي مفيش فراغات كتيرة ولا حاجة عشان محدش يحس لي فيها فراغات او الكلام ده. لا هي اساسا المنتج تقيل جدا وشتوي جدا وينفع جاكيت كويس قوي. خلاص كده هنشتغل بين كل عمود والتاني هنشتغل فيه عمود بلفة لحد اخر السطر خالص يعني، او اخر الدايرة. ماشي اهوت. بين كل عمود بنشتغل عمود بلفة. اتمنى كده يكون واضح. خلاص هكمل كده الباقي لحد ما نوصل للجنب التاني، ويعني نوصل للبداية بتاعتنا ونرجع لكم مرة تانية نشوف هنشتغل ايه. تمام اهوت كده انا بكمل اهو. خلاص فاضل لي كام عمود كده اخلصهم وهنوصل لل2 سلسلة اللي احنا بدأنا بيهم. ماشي. برضو وصلت للجزء اللي هو بتاع تحت الابط دوت. بنعمل في كل فراغ منهم عمود بلفة اهوت. انا بقرب لكم الشغل كده عشان تشوفوا اللي احنا بنعمل في كل فراغ منهم عمود بلفة عادية خالص. اتمنى يكون الموضوع واضح. برضو بوريكم في الناحية التانية ان انا ان الشغل بصوا كان عامل ازاي، فما فيش اي فراغات يعني ولا اي حاجة. تمام. بصوا هدخل بقى على ال2 سلسلة. هقفل في اول سلسلة بغرزة منزلقة. ماشي. لا انا كنت نسيت واحد فبوريكم يعني اللي انا نسيت دوت، فهعمل فيه الاول. ماشي. وبعد كده هقفل في اول سلسلة بغرزة منزلقة. هو صعب شوية بس يعني اتجابت. تمام. خلاص بعد كده هنطلع ب2 سلسلة وبين كل عمود هنعمل عمود بلفة. ماشي. بنفس التزايد ده احنا بنكمل لحد ما نوصل لطول الدراع المناسب لينا. ماشي طيب تمام كده. هنعمل بعد كده فوق كل عمود بلفة. ماشي. لحد ما يعني نخلص القم خالص بنعمل فوق كل عمود بلفة. ماشي. بس نسيب كده الاسورة بتاعة القم عشان هنشتغل فيها بريد امامي وبريد خلفي. تمام. يبقى التزايدات كلها يعني الطول بتاع القم كله هنشتغل عادي بغرزة
العمود بلفة، ولكن اللي هو فوق كل عمود هنشتغل عمود بلفة، ولكن الاسورة بس اللي هي بتاعة القم هنشتغلها غرزة مختلفة هنشوفها قدام. ماشي. المفروض انا هكمل الارتفاع بتاع القم بتاعي وبعد كده ارجع لكم مرة تانية، تمام، عشان ما اطولش عليكم الفيديو. بصوا انا تقريبا كده خلصت اهوت الارتفاع بتاع العمود بتاع القم المناسب. ماشي. زي ما انتوا شايفين. والمفروض اللي انا بعد كده هشتغل سطر عادي جدا باللون الاوف وايت، هشتغل فوق كل عمود عمود بلفة عادي، وبعد كده هشتغل برضو سطر من اللون البني بنفس الطريقة عادي خالص، وهنرجع مرة تانية. خلاص هعمل السطرين دول وهنرجع مرة تانية. تمام. انا اشتغلت السطرين اهو عادي جدا، دول سطرين عاديين من غرزة العمود بلفة. ماشي. سطر باللون الاوف وايت وسطر باللون البني المحروق دوت. طيب برضو من ضمن عيوب الخيط دوت عشان اقول لكم ان الخيط ده زي ما انتوا شايفين كده بيفتل، بيطلع فتل كده. ماشي. بس مش الخيط اللي هو لونه بني او بيج، لا، هو الخيط الاوف وايت ده بيطلع فتل كتير قوي. ماشي. بعد كده انا هشتغل سطر من البريد الامامي والبريد الخلفي. ماشي. زي ما انتوا شايفين كده. لو برضو مش عندكم خبرة قوي او مش عارفين غرزة البريد الامامي والبريد الخلفي بتتعمل ازاي، زي ما قلت لكم نرجع للبلاي ليست اللي موجودة على القناة برضو، فيها الاساسيات بتاعة الكروشيه او اساس الغرز بتاعتنا كلها. وانا ان شاء الله برضو هبقى اعمل فيديو كده شرح تفصيلي شوية عن الغرز الاساسية، ولكن نرجع للفيديوهات دي بشكل مؤقت لحد ما نعمل فيديو بيشرح الغرز الاساسية. تمام. ماشي. هحط لكم بقى، بقول لكم هحط لكم الفيديو ده هنا او هنا يعني فكده. ماشي. تمام. زي ما انتوا شايفين انا كده بعمل بريد امامي وبريد خلفي. خلاص اختصارا للوقت برضو هنكمل الباقي مع نفسنا ونرجع لكم مرة تانية. بصوا بقى شكل الفستان عامل ازاي، هنور النور عشان بس يبان اكتر. تمام. شكله يعني جميل جدا وشيك جدا. فاضل لنا بس هنعمل الزراير وكمان نعمل الكابتشو بتاع الفستان دوت او الكوت دوت. عايزه تعمليه اقفل ليه كابتشو، تمام. عايزه تعملي الياقه بس ما عنديش اي مشكله، براحتك برضو زي ما انتي حابه. خلاص. عايزه برضو تشتغلي على الجوانب بتاعه الزراير دي بلون مختلف كده، لون اوف وايت، لون مش عارفه ايه من ضمن الالوان ديت، او بالالوان بتاعتك اللي انت بتستخدميها. طبعا ما حدش يلتزم بالالوان دي، كل واحد حسب ذوقه طبعا. ماشي. براحتك برضو مفيش اي مشكله خالص، لكن بصراحه هو منظره شيك جدا جدا، وهتشوفوه بعد ما كمان ما نعمل الزونت ونعمل الزراير بتاعته هيبقى شكله اشيك كمان. هنبدأ بقى نشتغل في الجزء اللي هو بتاع الياقة دوت. ماشي. يبقى انا هبدأ اشتغل بالخيط الاوف وايت، فبدأت اوصل الخيط، بس انا سبت اول 3 عواميد مش هشتغل فيهم حاجة. ماشي. تمام. هنسيب اول 3 عواميد مش هنشتغل فيهم حاجة. خلاص. يلا بينا كده. انا بقرب شوية عشان الشكل يوضح. هنطلع عادي خالص بالارتفاع بتاع السلاسل بتاعنا، هنطلع بسلسلتين. ماشي. على فكرة انا سبت اكتر من 3 عشان لقيت المسافة هتبقى صغيرة، فسبت 1 و2 و3 و4 5. انا سبت 5 عواميد واشتغلت في السادس. خلاص لقيت 3 هيبقى صغيرة قوي. تمام. يبقى هنسيب 6 عواميد ونشتغل في قصدي 5 عواميد ونشتغل في السادس. بصوا بقى انا عايزه اقول لكم حاجه. انا في البدايه كنت فاكره ان انا المفروض لو طلعت فوق كل عمود عملت عمود تاني، ماشي، لحد اخر السطر، واسيب برضو على الناحيه التانية على الجنب التاني نفس العمود ما اشتغلش فيها، ده تمام. لكن بعد كده انا بعد ما عملتها كده لقيت الشغل بتاعي هيضيق، فعملت ايه بقى؟
عملت تزايد في اول صف، يبقى اول صف مش هشتغله بنفس الطريقة دي. اول صف هنشتغله ازاي؟ هنشتغل فوق كل عمود، اول عمود هنشتغل فيه تزايدات. التزايدات عبارة عن ايه؟ اول عمود هنشتغل فيه فوق عمود، تاني عمود هنشتغل فيه فوقيه عمودين، بعد كده تالت عمود، بعد كده يبقى عمود فردي وعمود زوجي. هنشتغل كده التزايدات عمود فردي وعمود زوجي لحد ما نوصل للناحية التانية، وهنسيب نفس العدد مش هنشتغل فيه، اللي هو عدد 5 عواميد مش هنشتغل فيهم. خلاص، يبقى نفتكر الحتة ديت، عشان اللي انا بشتغله ده انا بعد كده هفكه وهعمل اللي انا بقول لكم عليه دوت، لانه هيكش معانا خالص وهيبقى ضيق، ولو البنوتة جت تلبسه هتلاقي الزنط مش واصل، مش مرتاحة فيه. خلاص، زي ما انتوا شايفين كده انا طلعت بعدد من الصفوف. انا عملت التزايد ده في اول سطر بس، اللي هو عمود فردي وعمود زوجي في اول سطر بس، لكن بعد كده الصفوف اللي بعد كده عادي جدا مفيهاش اي تزايد. طب كان مقاسها قد ايه؟ هوريكم دلوقتي المقاس بتاعها على المازورة كان قد ايه تقريبا. بصوا المقاس بتاعها تقريبا 22. ماشي، انا بالنسبة لي ده كده مناسب جدا جدا. اهم حاجة بقى هنبدأ نخيط الجزء اللي فوق دوت، هنخيطه على القلبة بتاعته وبعد كده هنعدله، مش هنخيطه على العدلة. هتشوفوا دلوقتي مع بعض. هنخيط الجزء اللي فوق ده هنضمه كده على بعض، عشان هنبدأ بس نسويهم كده ببعض. زي ما انتوا شايفين انا بخيطه على القلبة بتاعته، وبعد كده بعدل الشغل بتاعي، فالخياطة بتاعتي ما بتبانش ولا اي حاجة بتبان. وطبعا كل الخيوط وكل البواقي ديت انا هظبطها بإبرة التنظيف. ماشي. وممكن كمان الاطراف اللي هي الصغيرة خالص نلزقها اللي هو اللزق اللي بيلزق القماش. ماشي. في لزق كده بيتجاب من الاماكن اللي بتبيع الخيوط والكلام ده، بتلزق القماش، بتبقى كويسة جدا. او ممكن تاخدي الجزء الاخير ده بخيط وابرة خفاف قوي من جوه الشغل، يعني ما يبقاش ظاهر من بره الشغل. ماشي، تبدأي تخيطيه من جوه الشغل ببعضه. تمام. طيب زي ما انتوا شايفين الخيط بيتنسر، يعني ده من اسوأ الخيوط بصراحة اللي انا اشتغلت بيها حقيقي يعني، وتعبتني جدا، بس يعني الواحد ما بيحبش يشتكي. المهم يعني، بس عشان محدش يعني يجرب نفس التجربة دي. زي ما انتوا شايفين اهو، باخد الطرفين على بعض بخيطها خياطة عادية خالص زي اي خيط وابرة بتخيطيها، مفيهاش اي افتكاسة. بس انا جايبة خيط طويل قوي عشان استخدمه بعد كده في ابرة التنظيف، يعني يريحني مش يفضل يتعبني كتير. بصوا هو التخييط عادي جدا. فكرة الخيط هنا كلكع، وعايزة اقول لكم يعني فضل يتنسر معايا وتعبني خالص خالص الخيط دوت وانا بخيطه. بس زي ما انتوا شايفين انا بس بحاول اوريكم كده الخياطة عاملة ازاي. هو كل جزء بتاخديه مع الجزء اللي قدامه وخلاص. ماشي تمام. اتمنى يكون الموضوع واضح. هنوصل لحد الاخر، يعني الاخر الكابتشو دوت بنفس الطريقة. بس ما تخليش بقى الشغل يشد منك ولا الكلام ده، عشان ما يبقاش منظره مش كويس. هخلص بقى الباقي دوت وارجع لكم مرة تانية. بصوا بقى انا خيطته كده، شايفين الخياطة شكلها يعني نضيف قوي قوي. ماشي، ما فيهاش اي حاجة وشكلها نضيف وتمام التمام. لما نيجي بقى نعدله على الناحية التانية، بصوا بقى الشكل العام هيبقى عامل ازاي. من كده بحاول اعدل فيه. بصوا اهو شكله جامد، شكله تحفة جميل، يعني شكله رايق قوي، ويعني حاجة حلوة قوي. بس طبعا ايه، ننضف بس بقية الخيوط دي وهتشوفوا الشكل النهائي بجد. ياخد اوسكار. انا بحب اشكر في نفسي. المهم يعني دايما لما الواحد بيعمل حاجة كويسة او حاجة بيبقى مبسوط بيها بيحب دايما مش بس تستني الشكر من الناس، لأ كمان تشكري في نفسك وقولي والله انا بجد شغلي حلو ومظبوط وزي الفل، وشغلي ينفع ان انا استثمر فيه والكلام ده كله. بصوا بقى ديت الزراير اللي انا اخترتها. عايزة اقول لكم ان الزراير دي انا ما اشتريتهاش، انا كان عندي بالطو قديم قوي يعني من زمان، وتقريبا من ايام ما كنت لسه طالبة. وانتوا عارفين بقى البلطو والحاجات ديت احنا بنحتفظ بيها، ما بنفرطش فيها يعني، لانها بتدخل فينا بس بنقعد بقى بيها في البيت والكلام ده كله. فانا خدت الزراير بتاعته
كده كده ما بستخدمش الزراير، فانا خدتها. بصوا انا بوريكم اهو بعد ما ركبت الزراير فيه بقى عامل ازاي بقى. بصوا الزراير شكلها تحفه لايقه عليه. حابه اوريكم بقى الشكل النهائي للمنتج بتاعنا. انا كمان اشتغلت في الجزء الامامي من الكابت شو زي ما انتوا شايفين كده، غرزه حشو. تمام ماشي، معلش دي خيانه وما صورتهاش بس سامحوني. كان في مشكله عندي في الكاميرا ساعتها. المهم يعني والزراير شكلها جميل جدا جدا. بصوا انا قلت ابعد كده شويه بس الاضاءه مش احسن حاجه، لما بعدت الجوده مش كويسه فقلت اقرب تاني. عايزاكم تشوفوا البتاع كله على بعضه والفستان كله وتفرحوا كده معايا زي ما انا فرحانه. بجد شكله جميل قوي. ماشي زي ما انتوا شايفين الجزء الامامي ده انا اشتغلت فيه غرزه حشو. ماشي هوريكم كمان من ورا انا عملت فيه زي فيونكه صغيره كده. ماشي يعني انا لو كنت شاريه زراير ما كانتش هتليق عليه كده زي الزراير دي. بجد انا حاساها اللي هي بتاعته هو، هي مش بتاعه الجاكيت اللي كان عندي، هو بتاعه الجاكيت ده. تمام بصوا شكلها حلو قوي وبتقفل كويس، والفتحه نفسها يعني كويسه. الزراير على فكره دي كبيره مش صغيره، مش عارفه هي باينه اللي هي صغيره بس هي كبيره وبتقفل كويس قوي. يعني انا مش قافله فوق كويس اهو، بحاول اعدله. ماشي عايزه اوريكم بقى الجنب التاني اللي هو من ظهره عامل ازاي. بصوا عملت فيونكه كده في النص من عند الجزء اللي هو بتاع تحت الباط كده، عديت العواميد السطر ده عديته كده، قسمته بالنص بالظبط وحطيت الفيونكه. يعني الفيونكه ممكن تكون مش احسن حاجه بس شكلها حلو برضو. ماشي شوفوا الزونت بتاعه او الكابتشو دوت يعني طويل قد ايه، طويل جدا يعني. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم، واتمنى ان انتوا تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس.